مؤخرا اغلبيه الناس شافوا اشارات غريبه في اغلب الشوارع المغربيه، بانو فيه صوره باللون الاحمر مكتوب عليها لون جديد واللي جاي جديد، للناس فكرت على انها شركه جديده غادي تدخل المغرب ولا شي حاجه. يقدر شي واحد يقول لنا ديالاش هاد التيزر ديال انماركا؟ من بعد ايام قليله كيتحل هذا اللغز وكنعرفوا بلي اتصالات المغرب هي اللي مورا هادشي كامل. اشاره كتعلن فيه على تغيير اللوغو والهويه ديالها الرسميه، بدلت اللون الزرق والليموني اللي متعودين عليهم باللون الاحمر. اتصالات المغرب خدات واحد الخطوه اللي كبيره وجريئه بزاف، حيت صعيب على اي شركه في العالم كامل تبدل اللوغو او الشعار والهويه الرسميه ديالها بالليل وضحاها، حيت بكل بساطه صعيب على الناس يولفوا عاوتاني اللوغو الجديد. الا كان هادشي صعيب ويقدر يضر الشركه كاع، علاش اتصالات المغرب دارت هاد الخطوه الكبيره؟ حيت مؤخرا شركه الاتصالات الاماراتيه ولات عندها 53% من الاسهم ديال اتصالات المغرب، يعني ولات شاده فيها اكثر من النص. داكشي علاش قرروا انهم يبدلوا الهويه ديال اتصالات المغرب باش تكون كتناسب الشركه الام ديالها واللي حتى هي الهويه الرسميه ديالها باللون الاحمر. وهادشي جا تزامنا مع اطلاق 5 جي في المغرب. بما ان اللون الاحمر كيدل على السرعه والقوه والطاقه، فطريقه ذكيه باش يبينوا الهويه ديالهم جديده في نفس وقت اطلاق 5 جي في المغرب. وبان باللي ياسين بونو هو الوجه الاعلامي الجديد لاتصالات المغرب، كينافسوا به انوي مع اشرف حكيمي واوروج مع ابراهيم دياز. وهنا السؤال المطروح هو علاش شركه الاتصالات كتوجه اكثريه للاعبين باش يديروا الاشارات ديالهم؟ هادشي ماشي غير في المغرب، راه في العالم كامل. اللي لقى الجواب يخبرنا به لتحت في التعليقات. نرجعوا للوغو ديال اتصالات المغرب اللي اغلبيه الناس ما عجبهمش. اولا حيت كلشي موالف على اللوغو القديم، وثانيا حيت هذا اللوغو كيشبه بزاف اللوغوات او الشعارات اللي ديجا مشهورين بحال مثلا كولغيت او لا شركه الاتصالات المغربيه القديمه اللي كانت في بدايه الالفينيه واللي هي ميديتيل. تشابه كبير بزاف بيناتهم، هذا اللي خلى كلشي يبقى مطلع عليهم ويقول بلي ناقلين من ميديتيل. وحتى هاد السلوغو مستقبل الان حتى هي قال لك ناقلينها من واحد القناه، ماشي اتصالات بوحدها اللي بدلات هاد السلوغو، حتى شركات الاتصالات الاخرين. اتصالات المغرب كانوا دايرين شحال هادي عالم جديد يناديكم، ومده ما كانوا دايرين حتى شي سلوغو، وتل دابا ملي بدلوا الهويه ديالهم عاد داروا وحده جديده واللي هي المستقبل الان. انوي كانوا دايرين معاكم كل يوم، وبدلوا مؤخرا بالسلوغو ديال سير بعيد. غالبا بدلوها حتى هما على قبل 5 جي اللي دخلات. واورانج كانت عندهم من المهم ديما قريب، وحتى هما بدلوها ولاو دايرين كاينه. بما ان اتصالات بدلت الهويه ديالها، كنتمناو تبدل حتى الاثمنه ديالها. راه لا يعقل على كميه النصب اللي كدير بالمقارنه على الكونيكسيون اللي كتعطي. الا جيت ندوي راه ما غاديش نسكت، كيبدلوا غير التوني وكيبقاو العروض هما. كنتمناو يكون شي جديد عند كاع شركات الاتصالات مع هاد 5 جي اللي دخلت جديده للمغرب. قولوا لي الراي ديالكم من تحت في التعليقات. لايك وسبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو الجاي.